وكان يوم جمعه واقسم بالله اتجننت. كان زمان العروسه بتيجي بتعمل غسل هنا، فاهم ازاي؟ والعريس بيجي بيستحمى. العين كانت طبيعيه خضراء، اطفال والشيوخ وشباب وكله بينزل ياخد دش قبل الصلاه ده هنا. كنتوا تعرفوا قبل كده ان سيوة فيها اكتر من 100 عين مختلفة ومتنوعة، وكل عين فيها ليها خصوصية وطبيعة مختلفة، ولكن في اجزاء كبير جدا او عيون كتير جدا تم اهمالها للاسف الشديد، وتبقى عين عرايس واحدة من اهم وانظف العيون الكبريتية اللي موجودة في واحد سيوة. واحده من العيون القليله في سيوه اللي متحافظ على نظافتها، لانه للاسف الناس اهملت العيون الكبريتيه. مفيش غير عين كليوباترا، وحتى عين كليوباترا ساعات بيجي وقت بتبقى مش نظيفه. بس بص دي لا انت شايف الميه بالظبط، الميه بتطلع من تحت من تحت فقاقيع طبعا مش باينه قوي، بس لا شكلها تحفه الصراحه. من ضمن الاماكن اللي مهملة او العيون المهملة رغم جمالها ونظافتها وحلاوتها وموقعها اللي قريب جدا 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 من السوق. تعال اتفضل. الله يخليك. تعال. الاخبار؟ الحمد لله 100 100. تمام. يلا نغير وننط. والله يعني الناس بتعمل كده، لو انت تقدر تستحمل المايه مش ساقعه قوي باي ذا واي، يعني ممكن تنزل عادي. لا لا يا عم، لا لا لا. لو انا بعمل سياحه عيون بس في سيوه، ده برنامج لوحده. صحيح. فاهم ازاي؟ ان انت تشوف يعني سبحان الله، هتلاقي دي مستطيل، دي مربعه، دي مثلث، دي يعني لدرجه ان في واحده بتاعت ملول دي هتلاقيها مكتوبه 8 بالانجلش. صحيح. فاهم ازاي؟ يعني هو ان اصلهم اهتمام يعني. صحيح. طب انت سبب تسميه العين دي بقى عين عرايس ايه؟ لا، هو عين العرايس دي تراث. كان زمان العروسه بتيجي بتعمل غسل هنا، فاهم ازاي؟ والعريس بيجي بيستحمى قبل المغرب كده، بعد العصر بتعمل وضوء، تتوضا يعني بتغتسل، مش غسل كامل. لكن العريس لا، بيجي بياخد غسل كامل. ليه؟ كان زمان من عادات تقاليد البلد يعني ما فيش حنفيات في البيت. الست بس ممكن بتغتسل بميه، والميه جايبينها مثلا من اسمه ده. لكن حتى الغسيل بتبقى مثلا في مكان هنا اللي هو واشنج لاندري، يعني مغسله عامه. ودلوقتي حتى دلوقتي اتلغت في العيون. لكن اساسا الستات بتروح بتغسل فين؟ بيبقى حوض مخصوص للستات بعد صلاه العشاء مع اصحابه، تلاقيهم طبله وزمره ومش عارف. بس الحاجات دي ما بقتش موجوده. ما جابش موجوده، بس بقت يعني تراث بيتحكى بس، لكن ما بيديش اسمه ده. صحيح. لان حتى كان زمان يعني العروسه بيودوها مثلا في جامع اسمه سيدي سليمان، جامع الملك هناك. فبتروح هناك يعني طقوس كده. فقال لك لا، طالما حاجه مش مرتبطه بالدين يبقى عزلوها، سيبوها يعني. ايوه. لكن كحاجه عاديه ثقافه، بس لا، هو هي برضه اسمها لحد دلوقتي بيقول عليها عين العرايس. بس عين عرايس دي يا عم علي الاسم السياحي، الاسم السيوي طاموسي صح؟ لا مش سياحي. هي من اولها اسمها عين طموسي وعين العرايس. العين دي عين ميه كبريتيه ولا عين؟ بص، العيون كلها فيها كبريت ولكن بنسب مختلف. لكن كعين كبريت اساسي هي عين بريزي، دي عين الشفا، حتى اسمها عين الشفا. تمام. معلومه مهمه دي يا عم علي. شكرا يا عم علي. لا، ما تيجي تفضلوا تعالوا. الله يكرمك.